لو فاكر إن التاريخ بيكتبوا المنتصرين بس، فخليني أقولك إن كمان بيكتبوا الطباخين. الطبيخ والتاريخ بينهم علاقة استثنائية. مقادير أكلات الشعوب هي جزء من أقدارهم ومصايرهم. سنة 1955 في مدينة باندونج الأندونيسية، رئيس الوزراء الهندي الأسبق جواهرلال نهرو قاعد جنب الزعيم جمال عبد الناصر، وقدامهم واحد من أهم رموز التقارب الثقافي المصري الهندي، طبق كشري بالشطة. هذا الطبق النباتي السبايسي بيلخص وببراعة ازاي شعبين بيفصلهم عن بعض محيط وبحار واختلاف في المعتقدات الدينية المتعددة، ولكن بيجمعهم ذوق متقارب إلى حد التساؤل. هو الطبق ده بتاع مين فينا؟ مشهد خيالي طبعا ما حصلش، أنا معرفش إذا كان عبد الناصر دوق نهرو الكشري ولا لأ، لكن المقصود بيه إننا نسأل سؤال: هل يا ترى مصر والهند اللي وحدهم موقف سياسي واحد وقدروا ان هم يقاوموا ما يعرف بمعسكري الشرق والغرب وكونوا جبهة عدم الانحياز، هل بعد ده كله هيفرقهم طبق كشري؟ مؤخرا وخلال ال20 سنة اللي فاتوا ظهرت أصوات عربية وأجنبية في صحف وفي منشورات على السوشيال ميديا بتشكك في مصرية الكشري، وبتقول ان الطبق الأشهر عند المصريين أصلا مش بتاعهم. دي طبعا ضربة موجعة عند أي مواطن مصري أصيل معتبر ان من أهم خصائص المطبخ المصري الأصيل أن تفوح منه رائحة الدقة والتقلية. طب يا ترى أصحاب هذا الادعاء بيقولوا الكلام ده على أي أساس؟ الرواية القائلة بهندية طبق الكشري بتقول إن الإنجليز لما احتلوا مصر جابوا معاهم عدد كبير من الجنود الهنود، لأن وقتها زي ما احنا عارفين الهند كانت مستعمرة بريطانية، والهنود كانوا بيتجندوا في الجيش البريطاني ويروحوا معاهم كده ويتساقوا مطرح ما يروحوا. لكن الجنود دول كان فيهم عدد كبير من الهندوس نباتيين ما بياكلوش لحوم، فلما جم مصر علموا المصريين أكلة اسمها الكوتشري، فيها بيخلطوا البقوليات بالرز وبتبقى سبايسي. وبعد كده الجالية الإيطالية في مصر طورتها وحطت عليها المكرونة والصلصة وبقت اسمها الكشري. وفي نفس سياق الرواية دي واحد من الكتاب في مجال الطعام الهندي اسمه أبهاجيت بانجيري قال في حوار اتنشر ليه في مجلة تايمز اوف انديا في 2023، قال إن الكشري بترجع أصوله إلى طبق هندي اسمه كهشدي. وكده بقى عندنا 2 هنود بيدعوا أبوتهم للكشري، الكهشدي والكوتشري. هما الحقيقة نفس الأكلة، ولكن نطقهم بيختلف مع اختلاف اللغات واللهجات في شبه القارة الهندية. يعني مثلا النطق الأردو ليها كهجري، وعمنا أبهاجيت بانجيري بيقول نفس الكلام بتاع إن الهنود علمونا الكشري لما جم مع الإنجليز مصر. طب يا أهالي الهند الكرام، هل في أي وثيقة بتأكد الكلام ده؟ هل في شهادة من جندي هندي حكى الكلام ده بعد ما رجع من مصر؟ طب جنرال إنجليزي شاف الحكاية دي ولفتت نظره؟ طب بياع كشري مصري قال إن جده الكبير اتعلم سر الخلطة من عسكري هندي؟ حركة الراس الشهيرة دي عند الهنود اللي انت بتبقاش فاهم منها منين يودي على فين هي بالظبط اللي هتلاقيه لما تحاول تبحث عن أصل الرواية اللي تقول بهندية الكشري، واللي منتشرة على الرغم من عدم وجود أدلة على صحتها. ده بالعكس، الرواية دي مليئة بالثغرات والمغالطات التاريخية اللي ممكن تؤدي إنها كلها كده على بعضها غلط. أول هذه الثغرات هي مكونات الكوتشري أو الكهشدي. تعالوا نشوف الوصفة في كتب الطبخ الهندية واللي اتكلم عنها كمان الرحالة المغربي ابن بطوطة في زيارته للهند في القرن ال14 في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ابن بطوطة قال إن الهنود كانوا بيخلطوا الرز مع نوع من البقوليات اسمه المنج وبالإنجليزي مونج، في منه الأخضر والأصفر، والنوع ده ما كانش موجود أصلا في مصر ولا عمرنا زرعناه ولا استوردناه ولا معروف في مكونات المطبخ المصري أصلا. ده غير إن طريقة طبخ الكوتشري بتختلف تماما عن الكشري. يعني في بعض المناطق في الهند زي البنغال بيخلوه يتهري على النار لحد ما يبقى أشبه بالعصيدة، بيحطوا عليه كركم وكاري وشطة مطحونة. يعني المكونات وكمان طريقة الطهي فيها اختلاف عن الكشري المصري. أما الثغرة الثانية في الرواية القائلة بهندية الكشري لما المستكشف الإنجليزي ريتشارد بورتون في كتابه رحلة إلى مصر والحجاز قال إن أهل السويس كان عندهم أكلة رئيسية عبارة عن رز مخلوط بالعدس وعليه بصل وكانوا بياكلوه مع الليمون المخلل. طب ريتشارد بورتون كتب الكلام ده سنة كام؟ 1853، يعني قبل الاحتلال الإنجليزي ما يدخل مصر ويجيب معاه الجنود الهنود، لأن الإنجليز احتلوا مصر سنة 1882. طيب ممكن بقى نسيب الكهجري والكوتشري على جنب وتعالى نركز في طبق الكشري بتاعنا، نعرف
هو اتكون ازاي؟ وصل للمرحلة دي امتى؟ هنرجع ورا كتير قوي قبل رحلة ريتشارد بورتو للسويس بأزمان وأزمان. في كتابها الطبخ في الحضارات القديمة تتكلم مؤرخة الطبخ المعروفة كاثي هوفمان عن عشاء عامل مصري من بنات الأهرام، ومن ضمن أطباق العشاء سلطة العدس. وفي وصفها لسلطة العدس كاثي قالت إن العدس من أقدم الأغذية المصرية، وإن في مخطوطات ونقوش بتقول إن هم أوقات كانوا بيخلطوه بالقمح، ودول عامة الشعب. أما طبقة الحكام فكانت بتخلطه أحيانا مع الرز اللي ما كانش موجود في مصر، وكانوا بيجيبوه من فينيقيا اللي هي لبنان حاليا. طبعا الرز ده وقتها كان حاجة ملوكي مستوردة، وكان المصريين بيضيفوا لما سمي بسلطة العدس دي البصل والثوم. طب ما سلطة العدس دي يا اخوانا هي كشري. تعالى بقى ما اقول لك القضية. ابيكيوس طاهي من الحضارة الرومانية، واحد من اشهر الطهاة في التاريخ، بيتكلم في كتاب بيحمل نفس اسمه كتاب ابيكيوس، بيتكلم عن الاطباق اللي كانت منتشرة في مصر في فترة الحكم الروماني، واتكلم عن وصفة بتضاف لتطييب الاكل اسمها اوكسي بارم، فيها فلفل وكمون وخل وجنزبيل وكرفس او توم. اوكسيبورم ده مش بيفكرك بالدقه مثلا؟ وفي نفس الكتاب اتكلم ابيكيوس عن وصفه بيطبخ فيها الشعير والحمص والعدس، ولما بيستووا بنضيف لهم بصل وتوم. طيب اذا كنا بناكل كل مكونات الكشري من الاف السنين، الهند ايه دورها في الموضوع؟ ادتنا الاسم يعني؟ الحقيقه برضو اسم كشري من المرجح ان ليه اصول مصريه. مانيثون السمنودي او مانيثون السمنودي كاهن ومؤرخ مصري من سمنود عاش في فترة الدولة البطلمية، ذكر في كتابه الجبتانة عن أكلة مصرية اسمها الكوشير، هي عبارة عن قمح وعدس فول وحمص وتوم وبصل، وكان بيطبخ في أواني فخارية. الخليط ده بقى احنا بنقول عليه كوشير من امتى؟ من القرن الثالث قبل الميلاد. يعني بقى لا تقول لي كوتشري وكيتشدي وكهجري. واخيرا بعد 2300 سنه حد التفت للكوشير المصري، ووزاره الثقافه المصريه قدمت ملفها لليونسكو لتسجيل الكشري كاكله مصريه على قائمه التراث الغير مادي، وهيتم التحكيم من قبل اليونسكو في 2025. دعواتكم يا مصريين، نتمنى ان اخواتنا في الهند ما ياخدوش الموضوع بشكل شخصي، وما يعطلوش الملف بتاع الكشري اللي ما صدقنا انه كمل، ويتعاملوا بروح رياضيه، وزي ما جنودهم استمتعوا بوجود طبق نباتي سبايسي جميل بيفكرهم بروايح الوطن في الغربه والحرب، خلونا بقى كلنا نستمتع بطبق الكشري بغض النظر بتاع مين وبعدم الحياز.